والله نصار ده صعبان عليا، مع اني ما اعرفوش، بس شكله كان بيحب طليقته دي قوي. ام بنته برضه، ولا شاديه. البت شاديه يا عيني مقهوره عليها، ربنا ما يكتبها على حد. ان شاء الله يا حبيبي. بقول لك ايه، من اول ما المقرأ يبتدي لغايه لما يخلص كتفك في كتف العتاوله، وكل بين ربع وربع تطمن على شادي. سامع؟ اتكل على الله. دنيا فانيه، خدوا عبره بقى. ربنا ياخدك. تكنيل ابو البانه، وشك فقر علينا. هي البت شاديه دي وش امها فقر ليه؟ مفيش حاجه عايزه تكمل. وبعدين بقى يا اداره نعمل ايه؟ بقول لك يا بنت يا تحيه، تروح تقفي مع النسوان، تخدمي الصغير والكبير. عاوزاهم يقولوا البت تحيه دي ب100 راجل. سامعاني ولا لا؟ اوامر يا حاج. موت حنة ده ما كانش لا على البال ولا على الخاطر، بوظ لنا كل اللي بنعملوه ده. خلاص كان فاضل تكايه ونقروا فتحه شاديه، دلوقتي بنقروا الفاتحه على روح حنة. انت غبي منه فيه، بالعكس ده مصلحه. لو كنا بندور على المصلحه دي كام سنه ما كانتش هتتعمل. ازاي؟ مش فاهم حاجه. بيت العتاوله بيفتح، حنه واتكلت على الله، وجيجي هي وخضر بيخلصوا، وشاديه هتبقى مرات ابني. طب ونصار؟ نصار وقع يبقى البيت وقع. كمان 3 4 ايام يجي لهم انذار بازاله للبيت، عليها توقيع مين بقى؟ شديده الكتعه. وناخد هبشتنا اللي احنا عاوزينها ساعتها ونتكل على الله. انت بتعملي كده ليه ياما؟ بعمل كده ليه ياما؟ لو اطول اكل مصارين ولادها دول باكلهم. على رميتي في السجن في عز شبابي واتحرمت منك، كل ده مش مقدره؟ لازم ارميهم في نفس السجن اللي رموني فيه، بس مش سجن حكومه، لا، سجن جديد الكتع. سامع؟